السلام عليكم ورحمة الله. حبايب قلبي، حبيت بس اسمعكم صوت القرمشة، مش قادرة اقولك في منتهى الجمال والخيال. وفر معايا كتير جدا 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 للكبير والصغير. تعالي لما اقولك، لو عندك شوية بطاطس، كيلو بطاطس، نص الكمية اللي عندك. تمام. هتجيبي بطاطس بس تكون للقلي، تكون للتحمير. تمام. هتجيبي الكمية اللي عندك واللي انت عايزة تعملي بيها، هتقشريها كويس جدا، وهتجيبي المقشرة، اي مقشرة عندك للبطاطس. بس انا حبيت اوريكي، يعني دي اللي انا بستخدمها للشيبس، ودي برضو بستخدمها، بس الصغيرة الزرقاء دي بتطلع معايا البطاطساية سمكها تخين شوية. تمام. طبعا فبتطلع طرية في التحمير. لكن الشيبس دي في برضو استانلس مخصصة، برضو مقشرة استانلس، بتتباع عند الراجل برضو، اللي هي الوجه الواحد دي. برضو بنعمل بيها زي دي بالظبط، بتديني السمك الرفيع اللي انت شايفاه، اللي انا هوريهولك دلوقتي ده. في منتهى الجمال، بتخلي معايا البطاطساية رقيقة زي الرقاقة. بصي، زي الورقة بالظبط، خفيفة جدا جدا. وبتقرمش معايا في الشيبسي وفي القلية والتحمير وكل حاجة. بصي بوريكي، الزرقاء بتخليها تخينة شوية، لكن دي بتخليها رفيعة. لو ما عندكيش دي ممكن نستخدم الزرقاء، ممكن تستخدمي السكينة وترفعيها على قد ما تقدري، في منتهى الجمال. طبعا قطعت الكمية اللي عندي كلها وبشرتها، غسلتها كويس جدا جدا، مية مرة واتنين وتلاتة في مية جارية كده لحد ما نزلت النشا منها. تمام. جبت الكمية بتاعتي وقسمتها على جزئين. انا هعمل طعمين، لو انت عايزة اكتر من طعم، يعني ممكن تقسميه على 3 4 حسب الكمية اللي انت عايزاها وحسب الأطعمة اللي متوفرة عندك. تمام. احنا عندنا المكونين الثابتين: الملح والخل. هتحطي هنا معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار خل، هنا وهنا. تمام. وزي ما انت شايفه اهو، انا حطيت الطعم بقى اللي انا عايزاه في التانية. انا عايزة واحد ملح وخل، وعايزة واحد جبنة. حطيت هنا معلقتين جبنة كبار، وحطيت مية سخنة بتغلي، رفعها من على النار يا دوبك، شفشق مية هنا وشفشق مية هنا. زي ما انت شايفة كده، هنقلبهم كويس جدا اهو، عشان كل الملح والخل والمية يتجانسوا مع بعض ويدوني بطاطساية مقرمشة وفيها طعم، مش مقرمشة بس فيها طعم، زي ما انت شايفة كده اهو. نفس الكلام برضو قلبت التانية. لو عايزة انت اكتر من طعم ممكن شطة وليمون، لو عايزة طعم تاني تحطي برضو ملح وخل، وتعصري ليمونتين، وتحطي سنة شطة كده بس عشان العيلة الصغيرة. اي اطعمة تانية حطي، بس المكونين الثابتين معانا في كل طعم: الملح والخل. تمام. اهو هتقعد معايا ساعة لحد ما المية تبرد منها، هصفيها مش هغسلها. اهو انا بقولك اهو، صفيتها كويس جدا، وهجيب قماشة او شاش اي حاجة، وهنشفها كويس جدا زي ما انت شايفة كده. تمام. نشفتها كويس قوي، وهجيب بقى الصاجة واحط ورق زبدة. مش عايزة ورق زبدة ما تحطيش، احنا كده كده هنحط زيت. هتحطي البطاطس كده زي ما انت شايفة كده، هترصيها كلها جنب بعضها. تمام. انا عملت الاتنين. بصي الطعم اللي فوق ده اللي هو بالجبنه، والطعم اللي تحت بالملح والخل. انا بوريهم لك وانا حطاهم في الفرن اهو، على نار وسط. هتاخد معاكي من ساعه الا ربع لساعه. تمام. على نار وسط هتطلع معاكي في منتهى الجمال. زي ما انت شايف، بسم الله ما شاء الله، حاجه والله العظيم احسن من بره بكتير، صحي ومفيد وسهل ووفر معانا كتير. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.